اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي واخواتي ومتابعيني واصحابي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى يا جماعه يوم الخميس، وده يوم السوق بتاعنا اللي بننزلوا نجيبوا فيه حاجاتنا كلها. الفيديو ده يا جماعه حلو قوي، عايزاكم بقى كل اللي يسمع الفيديو لايك لايك كده حلو عشان ترفعوا له الفيديو. اللي اول مره يشوفني ويسمعني، اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من ام حنين. الملوخيه بتاعتنا الروعه دي جايباها من قلب الغيط يا جماعه. شايفين الملوخيه عامله ازاي والورقه عامله ازاي، العود مليان قد ايه، ما شاء الله يعني. الملوخيه زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. النهارده يا جماعه حبيت اصور لكم يومي، يعني يوم الخميس وعملت ايه، وندي تحفيزات لبعضينا. النهارده بقى عملنا ايه؟ عملنا بريمه دس زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. البريمه زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده، تفتح النفس. حضرنا البريمه وهنحطها في الفرن بقى. كنت لسه بقى واقفه في المطبخ وبعمل حاجتي وكده. وجبنا سمك بولتي هنشوه برضو في الفرن، وهوريكم شويه وهوريكم كل حاجه يا جماعه. السمكه زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله. ولما تحبي تجيبي سمك بولتي يا جماعه، هاتوا السمكيه المحمره اللي زي دي، وتفتحوا النغانيش بتاعتها وتشوفوها تكون حمرا زي ما انا هوريكم دلوقتي. ويكون السمكه الجنبين بتوعها مليانين كده وتخان، مش مبططه وخفيفه، تكون الجناب بتاعتها تخين. يلا نصلوا على النبي. وبصوا النغاشيش بتاعتها، وادي ايه النخشوش بتاعها يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده احمر. لازم أن يكون السمكية النغشوش بتاعها من جوه كده، العرف اللي هو اللي جوه ده الاحمر ده يكون احمر كده كده، تعرفي السمكية زي هي كانت كده صبحة، ويكون السمكية حمرا زي ما انتوا شايفين، ويكون الظهر بتاع السمكية تخين يا جماعة. تمام، يكون الظهر تخين. حطينا البريمة اهو، بسم الله ما شاء الله يعني. حطينا البريمة في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. وحطينا البطاطا تتشوى. البيت يا جماعة كل ما بيكون فيه خير وبركة وروح حلوة كده، يعني كلنا نعمله لعيالنا. انا حبيت ان انا اصور لكم الفيديو. بندوا طاقة لبعضينا ايجابية. البطاطا اتشوت اهي. البريمة زي ما انتوا شايفين طلع الوش بتاعها احمر ما شاء الله كده، تبارك الله كده. ان شاء الله في يوم هوريكم الطريقه بالظبط. كده طلعنا البطاطا بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو، مش ناشفه ومش بيضه، يعني طالعه حلوه. النار تبقى هاديه عليها، اهم حاجه النار تبقى هاديه عليها. واللبريمه بتاعتنا هي احنا بناكله انا لما بكون عامله سمك مشوي كده كده بولع الفرن، فكده كده بعمل بريمه. لازم ندس معاه بريمة، بيبقى طعمه كده تحفة. يا اما بنعمله كشري، اللي هو الكشري العدس ورز، بس احنا بنفضله البريمة زي ما انتوا شايفين يا جماعة. اهوت البريمة طالعة ما شاء الله عليها زي الفل كده. والبطاطا بتاعتنا هيت كده حاجة ما شاء الله. انا حبيت اصور لكم الفيديو ده. انا عن نفسي لما بشوف فيديوهات من دي بحس كده بتفاؤل، بحس ان انا اقوم واعمل، فكلنا بننشط بعضين. الملوخيه بقى اللي انا كنت مقطفاها قدامكم، ادي الملوخيه بتخزينها سهله وبسيطه خالص يا جماعه. ان شاء الله برضه هبقى اعمل لكم فيديو وانا خزنت كده الملوخيه، بس انا هعمل لكم فيديو عشان اوريكم الطريقه. شايفين الملوخيه خضرا ازاي يا حبايبي؟ خضرا زي الفل كده، وبتفضل على خضرها وبتعمليها كأنك احسن من انت جايباها من بره. انت جايباها من بره دي ايه؟ دي تخزين. شايفين زي ما انتم شايفين ملوخيه خضرا بتفضل على خضرها كده. بصوا يا حبايبي، انا عن نفسي بجيب ده ليمون بقى، ليمون كده. لقيت الليمون النهارده في السوق ب20 جنيه الكيلو، ماشي. خدته ب15 جنيه، فجبت 2 كيلو. عاملهم مخلل، ماشي، احدقهم يعني. وده متنجان طويل برضو، انا كنت حاطاه في قلب الليمون على فكره. بصوا الليمون بسلقه لحد ما تلاقيه شققت كده من الجنب، يبقى كده تمام. وما تسلقوهوش جامد علشان خاطر ما يتهراش منك. ده برضو جبت نص كيلو متنجان طويل زي اللي انتوا شايفينه ده. برضو انا بحب المتنجانه القصيره والمليانه والتخينه. حطيتها مع الليمون، سلقته مع الليمون. ده عنب بقى، كنت جايبه عنب يا جماعه اللي هو البناتي والعنب الاحمر ده. الكيلو ب25 جنيه، جبت كيلو من ده وكيلو من ده. ده المشتريات بتاعتنا
بتاعتنا، خلاف بقى الطماطم، البطاطس، الكلام ده كله يعني. بس انا حبيت اوريكم وافرجكم واقول لكم ايه رايكم يا حبايب قلبي. مشترياتي يوم الخميس. السوق بيبقى شغال بقى عندنا احنا، السوق شغال يوم الخميس، ودي الطلبات اللي احنا جبناها. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب العالمين، ويبارك في أولادنا، وربنا يصلح حال غزة يا رب، ويلطف بيهم يا رب يا رب يا رب. وكل اللي يسمع الفيديو يا جماعة بالله عليكم ادعوا لغزة، ربنا يكفيهم الشر اللي هم فيه يا رب ويفكها عليهم. ده المتنجان اهوت حشيناه بالدقه بتاعتنا اللي هي شطه وثوم وملح وكمون وليمون وشويه كزبره ناشفه، وبحط الخلطه دي كلها على بعضها، وبحشي بقى المتنجان. ده بقى البريمه بتاعتنا بعد ما طلعتها، لسه مطلعه من الفرن دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، ختمه وما شاء الله تفتح النفس، تتاكل حاف من غير اي حاجه كده. ربنا يبارك فيها ويبارك في حاجتكم يا رب. زي ما انتم شايفين يا جماعه البريمه طالعه طريه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ماشي، طريقه البريمه سهله جدا 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 يا جماعه. انا بوريكم الحاجات دي ليه، في ناس متغربه، في ناس بتبقى نفسها تعمل حاجه زي دي ما تعرفش، ما عملتهاش قبل كده بمعنى اصح. البنات بتوع اليومين دولت كانوا متكلين على الامهات هي اللي بتعمل. ماشي، والسمك بقى هنبدروه، نحط عليه الرده اهيت ونبدروه ونحطوه بقى في الفرن كده ونشفوه. ماشي، ونعملوا له التمليحه بتاعته اللي ريحتها بتبقى مفوحه البيت كله. زي ما انتم شايفين يا جماعه السمكه كده ما شاء الله عليها حلوه ومليانه، تاكلها كده تبقى كلها لحم، مش ما تجيبيش السمكه المسقفه اللي هي ظهرها خفيف، لا دي لا. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. ويا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ومتابعه حلوه من ايديكم كده، ولايك جميل عشان ترفعوا لي الفيديو عشان اتشجع واعمل لكم حاجات كتير والله العظيم هتعجبكم. بصوا هنا بقى حطينا اهو، بدرنا السمك وحطيناه في الفرن، والفرن كده كده كان سخن وانا بعمل البطاطا وبعمل الدس، فهيتشوى معانا على طول، مش هياخد وقت معانا خالص. ماشي، علينا النار عليه من فوق، وهي العرصه كده كده كانت سخنه تمام، بس عليت من تحت برضو علشان خاطر ايه يحمي معانا السمك، عشان السمك لو العرصه بارده بيلزق يا جماعه. تمام، بقى ديت خلطه بتاعه التمليحه اللي انا بعملها للسمك، عباره عن ايه؟ الثوم الاخضر يا جماعه، لما بجيب وافرم الثوم باخد العروق الخضراء وبفرمها معايا وبشيلها في علبه، وبشرب بعمل معاها شطه وبشيلها في علبه. لما باجي اعمل تمليحه السمك بروح جايبه بقى ايه من الثوم ده على الشطه دي، وبعصر عليهم ليمون وشويه الكمون وشويه الملح وشويه الكزبره، وبعمل الخلطه بتاعت السمك، بتبقى ريحتها مفوحه الشقه كلها كده يا حبايبي. اهو السمك اتشوى معانا بكل سهوله، وطلع لونه عامل ازاي وطري ميه، مش نشف مني ولا محروق، هو ده اللون المظبوط بتاعه. ماشي، في سمكتين جوه دولت لسه ما طابوش، فانا سايبهم في الفرن دول عشان يحمروا لسه بيض. وزي ما انتم شايفين كده السمكه تطلع معاكم لا هي محروقه ولا هي بيضه. حطينا السمك بتاعنا كده اهو في التمليحه. تمام، حطينا السمك اهوت في التمليحه ما شاء الله عليه، الريحه طالعه زي الفل. يبقى انا كده مليت بيتي بالخير، عملت البطاطا وعملت الليمون المخلل وعملت المتنجان المخلل وعملنا البريمه الدس وعملنا الملوخيه بتاعتنا. يا رب كده يديم علينا الصحة والعافية والبركة والخير كله يا رب. شايفين يا جماعة البخار طالع من التمليحة ازاي؟ لان السمك انا يعني طلع على التمليحة على طول، يفضل سخن كده وطري ما شاء الله عليه، ومش بحدقه قوي يعني، بخلي الملح بتاعه في المعقول. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب.